طب تعالَ بقى نعمل هنا الخاتم بتاعنا من غير أي حاجة، من غير أي add-on من غير أي حاجة، نعمل هنا delete والunit بتاعنا هنضبّطها نخلّيه مثلًا راحت فين؟ مليمتر kilograms خلّيها مثلًا milligrams نيجي بقى نبُص على الside ده هو الX ونعمل shift A وننزّل circle ونيجي هنا على الview الalign نخلّيه مثلًا view نخش على edit mode فإحنا هنعلّم على ال5 vertices دول ونعمل X vertices كده تمام مش هنقول لنا كتير. ماشي، تعالَ نعمل هنا convert to curve ونيجي نخش على أداة الcurve هنا نعمل geometry نيجي عند depths فين الdepths تمام، ممكن نكبّر شوية كده، تعالَ نشوف هيبقى عامل إزاي، نخلّيه مثلًا 5 تمام، أو 40 عادي ونيجي هنا على الprofile نخلّيها كده أهو 4 ماشي، إيه تاني؟ نيجي نبُص في الside الY نروح جاي عاملين هنا مثلًا إيه modifier mirror عشان هنشتغل بقى بالmirror بتاعنا، لإن أصلًا معظم الشغل بيتعمل بالmirror آدي الmirror نختار الaxis X ونيجي هنا مثلًا نعمل shift A وننزّل empty فين empty نيجي هنا مثلًا نصغّر شوية empty ونيجي هنا على ده نمسك نعمل هنا إيه الempty طيب هنيجي G X ونحرّك دي شوية كده نخلّيها كده أهو مثلًا هنا GX يا دوبك كده قريبين من بعض خلاص وممكن ندمجهم بعد كده سهلة يعني. ماشي، إيه تاني؟ هابُص برضه في اتجاه الY ونخش على الwireframe ونمسك اللي فوق دُولي نحدّدهم مع بعض، هُم مجرّد ما تفتح الmotion editing هنا تعمل G X هتلاقيها مثلًا إيه، بيروحوا بعيد عن بعض كده وممكن تبعد شوية، خلّيها كده أهو مثلًا ممكن تبعد شوية وتروح جاي برضه عامل GX كده وأنت بس لو بالبكرة كده تحاول إيه، يبقوا بعيد كده شوية. ماشي خلاص كفاية كده، كده كويس. بصّيت هتلاقيها بقى معاك بالمنظر ده. طبعًا أنت كبّر دي على قد ما تقدر يعني اللي أنت عايزه فيها، بس أنا شايفها قليلة ممكن أكبّر الدبس بتاعها شوية 50 مِلّي. طَب إحنا اتفقنا هنشتغل بالmirror لو دخلت هنا شايل الجزء ده خالص، ثواني كده نمسك كده، نمسك ده ونعمل X vertices نعمل mirror برضه يعني الناحية التانية عشان إيه، نبقى لو هنعمل أي حاجة نغيّرها على اليمين تغيّر على الشمال كده. هنا نخش على الY هتبقى معانا كده، في أي خطوة هنعملها هنا هتنفّذ الناحية التانية هنا ويمين وشمال هنا، لو لغينا هنا هتلاقي معانا العمود ده بس تمام. طيب تعالَ نمسك الجزئية اللي فوق دي تمام، بُص في اتجاه الX عادي ونحاول نعمل extrude ونجيب هنا شوية تمام، ونعمل extrude تاني ونجيبها كده شوية، extrude تاني ونجيبها كده أهو، خلاص ممكن مع Alt S مثلًا Alt S ونصغّر ده كده شوية، هتلاقيها بقت معاك بالشكل الحلو ده. طب خُش بقى على الside mode اللي هو هنا نخش على الY وممكن نعمل G ونسحبها كده شوية، كده مثلًا يعني ممكن نرجع Ctrl Z ونسحب دي كده مثلًا G كده، نجيبها كده شوية تمام، عشان يبقى تمشي مضبوط معانا دي مثلًا كده، يعني أعتقد كده كويس، هات دي كده كمان يا عم من ورا شوية، فأنت لو بصيت كده هتلاقيها يعني شكلها بالمنظر ده كويس، أدي كده تمام، ممكن مثلًا إيه أنا شايف دي كده مثلًا كده، ممكن تعمل scale شوية Alt S scale شوية كده، إمم، تمام. طبعًا أنا لو احتجت أعلّي الدبس تاني هاعلّي، مش عارف أنا كل شوية باقول عايز أعلّي الدبس أكتر، أخلّيه 60 تاني ماشي، مش مشكلة. طبعًا لو أنا عملت هنا Control 2 Subdivision هتلاقي شكلها أحسن بكتير، تمام، فيعني تمام كده حلو. طب تعالَ بقى نشوف هنعمل هنا إيه، تعالَ نعمل هنا Shift A نعمل هنا Cylinder والّا نعمل Cylinder تمام، نعلّم عليه كلّه ونعمل آدي S كده مثلًا أو S مثلًا في الZ ممكن نطلّعه GZ نقص هنا كده مثلًا أخلّيه مثلًا كده، أخلّيه تحت خالص ويبقى صغيّر كده مثلًا، ولكن تعالَ بس نكبّر في اتجاه Z شوية ونمسك الاتنين دُولي كده، نعمل bevel segments نخلّيها كده أهو تمام، ونقدر نمسك بقى ده وده نعمل Incent آدي Incent تمام، نخلّيها مثلًا كده أهو ونعمل دلوقتي كليك يمين bridge face
عملنا كده control 2 هتلاقيها شكلها كده. لكن يعني إحنا عايزينها تبقى sharp شوية. آآ أ خلاص خلّيها كده. ممكن نمسك كده بس الedge ده، نمسك الedge ده والedge ده، نعمل bevel. تمام. نيجي مثلًا نعمل كده scale يا دوبك نخلّيها مثلًا لازقة في البتاعة دي. طب تعالَ نشوف هنعمل إيه هنا تاني. ممكن نيجي هنا برضه ننزّل circle، نخش هنا نعمل shift A، shift A وننزّل circle. ماشي، ننزل circle برضه، نعمل هنا على الalign نخلّيه view، ونيجي هنا برضه نخش على edit على طول. نفتح هنا بقى كده، ونيجي كده على النُص هنا، ونيجي هنا برضه لحد فين؟ لحد هنا أهو. حتى الجزء ده مثلًا نحط الماوس عليه ونمسك ده كده. نعمل X. طبعًا لو في حاجة زيادة هنشيلها برضه، يعني إحنا هنمسك دي كده برضه نشوفها، لو في حاجة زيادة إيه، نشيلها. طب تعالَ برضه نعمل هنا convert to mesh على curve sorry. نيجي نبُص على الview ده. طيب إحنا هنا تعالَ بُص كده. يعني إيه، إحنا بصينا هنا هنبُص في الside view اللي هو الY. نمسك ده كده مثلًا. لأ نبُص هنا تاني، ممكن إحنا عاملين confirm curve. طيب تعالَ نعمل الدبس الأول. نخلّي الoffice نخلّي الدبس ناخد 40، خلّينا 40. لأ هو اللي في النُص ده كان قد إيه؟ تعالَ نمسك كده، ده 60، خلّي ده برضه 60 زيه، إيه رأيك؟ 60 زيه، خلاص. أنا امسك ده كده، وناخد ده كده select، نعمل alt S برضه، صغر من G. أعتقد يعني هتبقى كويسة لو عملناها نفس المستوى دي. ناخده كده نعمل extrude شوية. يعني ممكن قبل ما نعمل دي كده، ناخد دي ونشدها كده، ونعمل مثلًا هنا G، ونشد دي كده، نعمل extrude ونعمل دي كده. ممكن alt S، صغّر alt S برضه كده، alt S كده شوية. نيجي نبُص كده. محتاجة برضه alt S. طيب نيجي نفتح كده، برضه هنعمل هنا shade smooth. نعمل إيه، control 2. نيجي نعمل الprofile نخلّي الshape برضه كده، ولكن يعني إحنا هنسحبها لورا شوية، معلش هات كده. خُش نسحبها ورا شوية عشان خاطر إيه، تبقى، ولو احتاجنا نعدّلها هنعدّلها، يعني ممكن نعدّل فيها تاني. نسحب دي شوية كده، بُص كده، هي كده. إمم، إمم، إمم. يعني أنا شايفها مش أحسن حاجة. خلاص هاسيبها كده واشوف هنعدّل فيها إزاي. تعالَ بقى نشوف دي إيه بقى قصتها. على كده نشوف نقرّب كده، نعمل alt S برضه ونصغّر كده. بُص على الside كده ده، نيجي نبُص ماشي. أعتقد لو بصينا كده عملنا extrude. لأ تعالَ كده، خُش على الX-ray نعمل extrude. extrude كده. لو بصينا بقى كده، فتحنا برضه قفلنا الX-ray تاني، ده شكلها كده إيه يعني كويس، ما فيهاش حاجة. دلوقتي لو أنا مسكت دي ومسكت دي وعملت control L، عملت copy modifier تلاقيه تمام. لكن أنا هاجي هنا أشيل الX مش عايزها والّا إيه؟ X إيه اللي مش عايزها؟ لأ ده أنا عايز الX. لأ أنا دي ناشيلها من هنا X. خلاص ماشي. طيب تمام، تمام، تمام. أنا الدايرة دي يعني أنا شايف اللي هي شكلها وِحِش شوية. ممكن أعمل نفس الshape دي. يعني بُص ممكن آجي أعمل حاجة، بُص هاقول لك هنعمل إيه. إحنا هنشيل دي كده خالص delete، وآجي أبُص كده من to view وأعمل من غير ما أبُص to view، كده، كده تنزل زي ما أنا عايز. هنا circle وأصغّر شوية كمان، وأروح جاي برضه أعمل convert to curve يعني يا عم أنت. وآجي هنا من الناحية التانية هنا برضه نعمل profile ونخلّي الدبس أدي 60. نيجي نرفع فوق شوية. هو الدبس كده 60 صح؟ أمّال إحنا صغيّرة كده ليه؟ مش زي التانية يعني. إمم. عملت S مثلًا، Alt S. أنا ما ضغطتش 2 أهو.
Alt S خلّي الدبس كده شوية. إمم. طيب يعني لو أنت عملت control 2 كده كويسة شيل smooth ماشي، لكن مش عاجباني والله برضه، بس هنحاول نخلّيها تعجبنا يعني. ممكن ننزل تحت شوية عشان تعجبنا. إمم. لو شغّلنا الX-ray كده عشان نشوف لازقة فيها. ممكن إحنا نعدّل عليها بقى، نمسك واحدة، واحدة نعدّل عليها. أنا مسكت كده أهو، ومسكت دي اللي هي اللي ورا دي، أهي راحت فين، مسكت دي مثلًا وبصّينا كده، خدت دي كده، خدها دي كمان، جبناها كده شوية. تمام، كده بقت ضبطت شوية. ودي مثلًا ممكن manual برضه، أنا مش لازم تبقى إيه، ت قريّبة منها أوي، يعني مش لازم تبقى نفس اللي ورا. ممكن نعمل G، نبُص كده في الطوب كده، طبعًا X-ray أهو، الshape بتاعها أهو، فأنا أشيلها كده أهو شوية. ممكن أجيب دي كده شوية، وآجي أعمل دي مثلًا لوحديها. بس يا حبيبي كده G، ممكن أسحب دي كده شوية، وأمسك دي تاني G عشان تبقى إيه، لازقة فيها بطريقة مستقيمة. لو بصيت فيها كده، قفلت الX-ray تلاقيها مضبوطة. خلاص، دلوقتي إن أنا مسكت عملت كل دلوقتي لو عملت select all ورُحت جاي عامل shade smooth هتلاقيها كلّها شكلها كويس. ماشي، إيه بقى، هنعمل بقى الجوهرة إزاي؟ تعالَ بقى نشوف هنعمل الجوهرة إزاي. shift A وننزّل ننزّل circle. ممكن نخلّيها مثلًا 10 بحيث بس. تمام، ممكن نروح جاي ساحبين من فوق ونبقى بقى إيه، ننزّلها تحت لمّا نخلّص. نخش على الedges. تمام، ونمسك واحدة وواحدة، يعني نمسك أدي كده، أدي واحدة، 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 وواحدة، وواحدة. ماشي، وتمسك هنا تيجي individual origin ونيجي نعمل scale شوية كده، نخلّيها مثلًا قد الscale ده. تمام. بعدين ممكن تعمل select all وتعمل extrude لتحت شوية، طبعًا extrude في اتجاه الX، Z قصدي. وتعمل مثلًا scale شوية كده. بعدين تمسك الedges تاني اللي أنت كنت معلّم عليها، خُش على الedges كده تمسك ال1، 2، 3، 4، 5، وتروح جاي إيه، برضه scale شوية كده. بعدين تمسك الedges اللي في النُص دي كلّها وتعمل extrude، then escape، بعدين اعمل scale كده لجوّه. تمام، بعدين تمسك دولي تاني، دي 1، 2، 3، 4، 5، بعدين تعمل scale 0. بعدين وأنت ماسك دي كده ممكن تروح جاي عامل أدي GZ شوية لفوق وتعمل fill. فممكن أنت برضه يعني تعلّيها شوية كده وتعمل مثلًا scale شوية كده تحت، يعني زي ما أنت عايز. اعمل اللي نِفْسك فيه. آآ يعني كده شكلها جميل جدًا. بعدين أنت ممكن تروح جاي ماسك الloop cut اللي تحت دوّة، تعمل extrude اتجاه الZ تاني. ممكن تيجي هنا تعمل look up في الحتّة دي، ماشي، look up في الجزء ده كده. ونيجي مثلًا تشيل تعمل dissolve edge، مش عايزينها. تخش على الvertices، ممكن تروح جاي ماسك دي عامل select to cursor أو cursor selected. تمام، تروح جاي ماسك دي كده شوية، مخلّي دي مثلًا cursor مثلًا. تيجي تعمل لها scale شوية بعيدة عن بصّ عليها هتلاقيها شكلها كويس كده. أنت بقى ممكن تروح جاي إيه، عامل آدي مثلًا نخش على الface shape poly، مش عايزينهم. آدي كده، هنحط نعمل تاني آدي كده، كده X faces. فتروح جاي عامل الكيرسل في النُص هنا، آدي كيرسل في النُص. تروح ماسك دي كده وبعدين باصص في الtop view وعامل Alt E spin. تروح جاي ماسك هنا تخلّيها مثلًا 3 والّا 4، 3 تخلّيها مثلًا هنا 4. نيجي نبُص كده إيه الشكل ده يا ولاد، لأ، خلّيها 5. طبعًا اعمل use duplicate، اضغط 5، بعدين تعالَ بُص كده تمام. بعدين خلاص ممكن دلوقتي تروح جاي عامل control A، اعمل by distant، خلاص هتلاقيها كده تمام، ما فيش أي مشاكل فيها. طَب امسك ده اللي تحت دُولي الedge اللي تحت ده، وتروح جاي عامل
extrude كده اتجاه الZ تروح جاي عامل كده تمام، وG لتحت شوية كده، طبعًا G في اتجاه الZ، تروح جاي عامل S0 هتلاقيها بقت بالمنظر ده، فكده أنت معاك الdiamond تمام، ما فيش أي فيها مشاكل. طيب أنت دلوقتي امسكها خلاص، ممكن تعمل select all تروح جاي عامل scale طلّع فوق نعمل عشان عاملين الكسر فإحنا هنخلّيها اللي هو نعمل مثلًا إيه، آدي edit origin to geometry نعمل scale شُفت برضه إحنا لازم هنعدّل فيها كتير. طبعًا أنا كنت ممكن أنزّل الdiamond جاهزة ولكن أنا عايز أقول لكم بتتعمل إزاي، فتمام، نعمل كده كده مثلًا ناخدها كده نضبّط، طبعًا إحنا هنعدّل دي بقى خلاص، دي مش نافعة كده، فإحنا هنعمل scale shift يا ابني في إيه؟ نعمل select all وscale طلّع فوق كده شوية، ماشي، هنعدّل فيها بُص في الview دي أو بُص في الside ده side view ده، نيجي نعمل كده أهو، نعمل scale شوف إيه بقى الدنيا هنا، ممكن ننزّل دي سِنّة، إمم. ماشي، طيب إيه تاني؟ ممكن برضه نعدّل بقى هنا، إحنا قُلنا هنعدّل طول ما إحنا ماشيين هنعدّل فيها، فإحنا ممكن نمسك كده كويس إن إحنا ما عملناش apply لحاجة عشان نفضل نعمل اللي إحنا عايزينه، نمسك G كده، طبعًا هادّي كده، هادّي كده، نعمل G لأ مش نافعة. إمم. ماشي، كده كويس مش وحش، هي بس دي تعمل بس إيه G GY شوية قد كده الGY تمام، إيه بقى كده مضبوطة والّا فيها مشكلة؟ فأنا أعتقد كده تمام خلّصنا، لو في أي تعديل تاني هنعدّله، ولكن يعني في المُجمل كده كويس، كده فاضل لنا بقى الmaterial تعالَ نشوف هنعمل material إزاي، أنا مش هاعمل apply لأي حاجة، هاروح أعمل empty دي الempty اللي كانت موجودة قبل كده، خلاص هنستعملها، ممكن نكبّر دي شوية ونعمل shift A نمسك الempty في الآخر، نعمل آدي control B keep transform أمسك الempty دلوقتي، أعمل كده هتلاقيها تمام ما فيش أي مشاكل فيها.